السلام عليكم يا جماعة. يلا عشان نلحق الحلقة التانية. هنلحق ايه المرة دي؟ عايزين نلحق ندي لكل شخص حق قدره، يعني نحط كل حد في حجمه الطبيعي، ولا نديله اكبر من حجمه فيفرقع في وشنا بعد شوية، ولا نديله اقل من حجمه فنخسره ويخرج من حياتنا. مش عارفه انتوا عارفين القصه اللي كانت على فيسبوك بس من كام سنه كده، بتاعت الراجل المصري اللي ما شاء الله عليه مننا وعلينا كده، كانوا بيخيروه بين زوجته المصريه وزوجته اللي من بلد تانية، فقال المصريه جدعه كده كده هتعرف تدبر بقى الدنيا، معاها فلوس قليله معاها فلوس كتيره، هتربي الولاد وهتهندل كل حاجه، لكن التانية مسرفه، فانا محتاج اكون جنبها عشان اظبط لها حياتها واظبط العيشه واللي عايشينها يا راجل، يعني بجد حرام عليك. طيب والزوجة مثال آخر، اللي ادت لإخواتها حجم قد كده فوق الحجم اللي ادته لزوجها قد كده، لمجرد ان هي بترتاح مع طبعهم، بس هي لما اختارت زوجها ده اختارته من غير غصب، يمكن مثلا عشان طبعه وقتها طيب كان مختلف عن طبع اخواتها فكان ملفت بالنسبة لك، بس بعد كده طيب ايه، زهقتي ولا ايه؟ ينفع برضو؟ طيب ومثال اخر عن صاحب العمل اللي عنده موظف بيشتغل بقاله 10-15 سنة، ورقاه مثلا في الكام سنة دول مرة واحدة، زود له مرتبه مرتين، وبعدين بينتقد تصرفاته ويقول ان هو شخص ممل وما عندوش طموح وبطيء. طيب ليه في الكام سنة دول ما جبتش حد تاني يكون طبعه بيتوافق مع فكرتك عن الطموح بالنسبة للفلوس اللي هو وفرها لك في السنين اللي اشتغلها معاك؟ طيب ضروري قوي يا جماعة ان احنا ندي لكل شخص في حياتنا حجمه الطبيعي. لما بندي لشخص اكبر من حجمه بياخد مننا اكتر من حقه، يعني بيستنزفنا في الوقت وفي الفلوس وفي الطاقة، واحنا بعدها بنشعر ان احنا اتظلمنا وبنخرج من حياته. والناحية التانية لما ندي لشخص اقل من حجمه، هو بقى بيعيش الدور اللي احنا عشناه في الحتة التانية دي، بيحس ان هو اتظلم وبعد شوية هيخرج من حياتنا وهنخسر كل الجمال اللي في طبع الشخص ده. فضروري ان احنا ناخد بالنا ان احنا ندي لكل شخص حق قدره، عشاننا احنا مش عشانهم هم بس، عشان احنا نعيش في توازن، ولا نحس ان احنا ظالمين ولا نحس ان احنا مظلومين.